ثلاث أسود في الجزيرة. النادي الأهلي بيتعاقد مع اثنين لعيبة من المغرب، أشرف داري ويحيى عطية الله، وإن شاء الله اللي جاي في الطريق محمد بن رمضان من تونس. قبل ما نبدأ الفيديو صلي على النبي واشترك لي بالقناة وتعال نشوف. قبل كل شيء النادي الأهلي هو الأول في أفريقيا، ودي معروفة حتى في الانتقالات. تم حسم أقوى اثنين لعيبة في المغرب، يعني عندنا ثلاث لعيبة مغاربة. وطبعا رضا سليم لاعب النادي الأهلي، خاض رضا سليم مع الأهلي 23 مباراة في جميع البطولات، ساهم فيهم ب6 أهداف وأحرز 5 أهداف، وعقده ساري لمدة 4 سنوات. لعيب جامد، نديله فرصة هتشوف رضا سليم حاجة تانية. أسد جديد في الجزيرة وهو أشرف داري، لاعب مغربي بيلعب في مركز قلب الدفاع، بديل طبعا لاعبنا المصري المحترف الآن في نايس الفرنسي محمد عبد المنعم. نتمنى له كل توفيق إن شاء الله مع فريقه الجديد، ونرحب طبعا بأشرف داري في صفوف النادي الأهلي. أشرف داري من 2017 ل 2022 بيلعب في الوداد المغربي، لعب معاهم 140 مباراة، سجل 11 هدف وصنع هدف. لاعب جامد في قلب الدفاع وكمان بيسجل أهداف، عنده 25 سنة يعني لاعب صغير وكمان عنده خبرة. في 2022 ل 2024 لعب لنادي بريست الفرنسي، لعب معاهم 24 مباراة، سجل هدف واحد وكمان اسيست واحد، وانتقل إعارة لنادي الرويال البلجيكي، لعب 9 مباريات، سجل 13 هدف ولم يصنع. صفقة جديدة تنضم لكتيبة مارسيل كولر في محاولة تعويض اللاعب السوبر محمد عبد المنعم. طب ايه هي مواصفات أشرف داري؟ وليه كولر تعاقد معاه؟ عشان عوض غياب عبد المنعم. أشرف داري بيلعب بقدمه اليمنى، ومركزه الأساسي هو قلب الدفاع، وقيمته التسويقية 2 مليون يورو. أشرف داري من ناشئين الوداد، تدرج في الفئات السنية لحد ما لعب في الفريق الأول وهو عنده 19 سنة. قدراته الفنية كانت ملفتة للنظر بشكل كبير، وده دفع وليد الرجراجي المدير الفني للوداد في التوقيت ده انه يعتمد عليه بشكل اساسي. ومش بس كده، اشرف داري تدرج في كل الفئات السنية كمان للمنتخب المغربي لحد ما وصل للمنتخب الاول ولعب معاهم في كأس العالم. اشرف داري كمان فاز مع الوداد ب3 دوري، وايضا دوري ابطال افريقيا عام 2022. واعلن النادي الاهلي التعاقد مع اشرف داري من نادي بريست الفرنسي ليكون سادس صفقات المارد الاحمر في فتره الانتقالات الصيفيه بعد يوسف ايمن ويحيى عطيه الله. وقام امير توفيق المدير التنفيذي لكره القدم ومدير التعاقدات خاصه في تخفيض المقابل المادي الذي طلبه نادي بريست، ونجح في ضم اللاعب مقابل 1,500,000 وكمان على 3 اقساط بعد ما كانوا طالبين 2,500,000 دولار. أشرف داري كان عنصر أساسي في حصول المغرب على المركز الرابع في كأس العالم بقطر. مرحب بأشرف داري، أسد جديد في الجزيرة لمدة 4 سنوات. الصفقة الثانية يحيى عطية الله. النادي الأهلي أعلن التعاقد مع يحيى عطية الله على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء. صفقة قوية. يحيى عطية الله لاعب مغربي عنده 29 سنة، مركزه الأساسي هو الظهير الأيمن، وقيمته التسويقية 2,200,000 يورو. مشوار يحيى عطية الله وهو في البداية، لعب مع نادي أولمبيك من 2014 ل 2019 وقدم مستويات قوية لفت الأنظار بشكل كبير، سجل 11 هدف وصنع 13، وده خلاه يطلع يحترف في فريق فولو اليوناني. في تجربة ما كانتش أفضل حاجة وكانت سيئة، ما شاركش كتير ويدوبك صنع هدف، وبعد كده رجع مرة تانية للمغرب ولكن عن طريق الوداد عشان يبدأ رحلة تطور غير طبيعية. يحيى عطية الله لعب مع الوداد من 2020 ل 2024، سجل معاهم 11 هدف وصنع 23 هدف، طبعا أرقامه ضعيفة مقارنة بعلي معلول. وبعد رحلة الوداد انتقل لفريق الوتش الروسي مقابل 500,000 يورو، سجل معاهم هدف و3 أسيست في 11 مباراة، وقدر النادي الأهلي يتعاقد معاه على سبيل الإعارة بنية الشراء. يحيى عطية الله كان بيلعب في فريق منافس للنادي الأهلي وهو الوداد، وصل للنهائي أكثر من مرة ونهائي كمان الدوري الأفريقي، وواخد بطولة دوري أبطال أفريقيا، وشارك في العديد من المنافسات القوية. عشان كده يصلح للنادي الأهلي، لأن الأهلي لما بيفكر يتعاقد مع لاعب لازم يكون اللاعب عنده شخصية قوية. يعني مثلا في نهائي دوري أبطال أفريقيا ما بين الوداد والأهلي في عام 2023 سجل هدف التقدم من كرة ثابتة في شباك محمد الشناوي، والهدف ده كان هيهدي الوداد البطولة. عنده وعي تكتيكي وكمان خبرة داخل الملعب، وبيظهر في المباريات الكبيرة. مبروك للأهلي الأسد الثاني وبالتوفيق. الصفقة الثالثة وهو اللاعب التونسي محمد بن رمضان. الأهلي بيحاول يتعاقد معاه من سنتين وفشل في التعاقد معاه. بيلعب كجناح في الفريق المجري وعنده 24 سنة، وقبلها في الترجي التونسي كان بيلعب في نصف الملعب وكان بيأدي بروح عالية جدا.
ومارسيل كولر مصمم على التعاقد معاه ومتمسك بيه جدا. لعب مع نادي الترجي 143 مباراة في موسم 2018-2023، سجل فيهم 34 هدف. ولعب مع المنتخب التونسي من 2019، لعب 39 مباراة، سجل هدفين. ولعب للفريق المجري من 2023 للآن، لعب معاهم 45 مباراة، سجل 4 أهداف. دايما الصفقة معقدة، تأجلت لشهر يناير، وده طبعا بسبب الفريق المجري عايز فلوسه كلها كاش. نتمنى التوفيق لكل اللعيبة الجديدة اللي جت للنادي الأهلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.